صبايا شباب، مساء الفل عليكم. يا رب صوتي يكون عامل امبليفاير والعالم كله بيسمعه. في صبية فلسطينية اسمها هالة فويس، تقريبا 2 هيك شي يعني. قاعدة بتحكي. اولا الاسلوب، انا بعتذر للشعب المصري عن طريقة الحكي، لانه احنا شعب مثقف في غالبيتنا، شعب محترم، بس ما هو هنقول ايه، كل مجتمع فيه بكابورت، كل مجتمع فيه بلوعه، هيك بيقولوا عنا ببلادنا، واحنا اسفين انكم تنفتح لكم هالبلوعه هاي. تاني شيء بدي ارد على الافنديه اللي اسمها هلا فويس هاي، وهي بتقول يا يما 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 على المصريين، هلا رفعتوا علم فلسطين. لا حبيبتي، ابوكي وابوي اللي رفعوا علم فلسطين. انت بدك جنازه تشبعي فيها لطم، مش بكفي انه مصر فلسطين تتدمر، لا مصر كمان. يلا اخر جيش عربي، تعالوا ندخلوا في متاهه السحب اللي عم بيسحبوا لهم اياها الاعداء، عشان يدخلوا في حرب لا يعلم مداها الا الله. حبيبتي، الفلسطين من جوا بدهاش مصر تطلق رصاصة واحدة، ولا بدها بني آدم واحد جوا فلسطين بده أي أذى يجي على مصر، لأنه هاي هي النهاية للجميع. إذا كنتي أنت بعيونك مش شايفة إنه مصر ساعدت، ومصر غصب عنه من تحت، والجيش المجهول ومن تحت ومن فوق الأرض ومن أي مكان، ما كانش شعبك ولا قدروا مقاومتك تقدر تضاين كل هذا الوقت. فأولا بعتذر للشعب المصري عن هاي المختلة عقليا. تاني اشي بقول انه دمت يا مصر، ودامت سمائك عالية، ودام السيسي فيها رئيس، ودام عزها، لانه مصر هي اخر ما تبقى لهذا الوطن المهربد المهلهل المقسم يعني شو بدي اقول بعد الشارع ما شفت صورته مع وهو واقف ورا ترامب، وترامب قاعد وراشق الدنيا اعلام امريكيه، ويعني شو بدي اقول، يعني بعد ما الواحد شاف الضرب اللي عم بيصير من السودان ومؤامرات من دول عربيه ضد السودان، وشو بدي اقول يعني. مصر هي آخر حجرة في الوطن العربي لم تعمل ضد شعبها، ولم تستقبل قواعد عسكرية أجنبية، ولم تسمح بالعمالة، ولا زالت بتحاكم بالخيانة. أي حد بيخون من أهلها بيحاكم بالخيانة، ولا زالت صلبة نفسها وعندها قوة، ولا زال بنعملها حساب. ولما بيسلم ترامب بيجي على السيسي ببلده وبيسلم عليه راس براس وند بند، زيه زي بوتين، زي ترامب، زي رئيس الصين. مصر قوية، وأظن مش راح تدخل في مهاترات. إحنا الشعب الفلسطيني لما نتفق ما بيننا وما بين بعض إن شاء الله، وتتفق السلطة مع حماس وحماس مع السلطة، وبعدين يتفقوا حماس مع الجبهة الإسلامية في الداخل، ونوحد صفوفنا كلياتنا، بنبقى نطالب بالناس ونلطم، سامعة؟ لكن تكون إحنا عندنا تفرقة داخلية، مش عارفين نوحد صفوفنا، عمالين بنكسر ببعض، عمال الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية شباب فلسطين تسلمهم تسليم أهالي لليهود. فلا، مصر مش مطلوب منها هذا، ولا هو دورها، ولا هلا مكانها، ولا هي على استعداد، ولا انا كفلسطينيه بسمح انه مصر تحط اصبعها لو اجر ضابط ولا مجند ولا قنبله واحده ولا رصاصه واحده في ارض فلسطين، واحنا من جوا لسه عندنا اختلافات في الداخل. سمعتي كويس؟ والله ينصر المقاومه. دمتم